السمبوسك هنعملها حلو، محشية كاسترد ومتغرقة فستق، بس إيه حدوتة، عندي رول سمبوسة بدأت أفرده كده بالشكل ده، وجبت بولة فيها معلقة مَيّة ومعلقة دقيق وبدأت أقلّب، ده الأمير اللي هنلزق بيه السمبوسك، ندهنه كده في كل الأطراف ونبدأ نعمل رول بالشكل ده، نخلّي الكمية دي كلها على جنب وفي حلة على النار نحط 2 كوباية لبن و3 معالق سكر كبار و3 معالق كاسترد، ونبدأ نقلّب على نار هادية لحد ما نوصل للقوام ده. يا لهوي يا دي حدوتة، أنا النهارده جاي أدلّعكم، هنحط الكاسترد في طبق على جنب يبرد، بعد كده نغطيه بكيس تلاجة واطلع على طاسة فيها زيت، ابدأ سوّي السمبوسة، أنا عايز السمبوسة تتحمّر وقلّب كده بتقليب مستمر لحد ما توصل معاك بالشكل ده، في بولة نحط فيها قرفة وسكر ونبدأ نقلّب بقى البرنس ده على السكر والقرفة، يا لهوي يا دي حدوتة، ولو أنتم حسيتوا إن هي اتقفلت معاكم كده من النُص بأي حاجة رفيّعة، نبدأ نفتح كده ونعمل مساحة للحشو اللي إحنا هنحشيه، إحنا هنحشيها كاسترد، حُط الكاسترد دي بقى بعد ما برد في كيس حلواني وابدأ احشي القلب ده كله بالشكل ده، وعلى فكرة أنت ممكن تغيّر في الحشو براحتك، المطبخ بتاعنا والأكلة بتاعتنا وما حدش ليه حاجة عندنا، حُط بقى كل ده في طبق وغرّقه في فستق وكُل وادعي لي، ما تنساش تعمل save للحلقة دي لإنك هتحتاجها في رمضان، هتحتاجها في رمضان، أشوفكم في حلقة جديدة، سلام.